سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إنشاء الاستعلامات باستخدام المعالج Simple Query Wizard. فإذا أردنا على سبيل المثال إنشاء استعلام لعرض أرقام وأسماء جميع المنتجات الموجودة داخل جدول المنتجات Products، نضغط على مفتاح Queries من شريط الأدوات Objects، ثم نضغط ضغطا مزدوجا على Create Query by Using Wizard، أو نضغط على مفتاح New من شريط الأدوات ونختار Simple Query Wizard من هذا الجزء، ثم نضغط OK. فيظهر المربع الحواري Simple Query Wizard، وفي القائمة Table and Queries يتم عرض جميع الجداول والاستعلامات الموجودة داخل قاعدة البيانات الحالية، حيث يمكننا إنشاء استعلام باستخدام جدول أو استعلام أو عدة جداول واستعلامات. فنفتح هذه القائمة ونختار الجدول الذي يحتوي على الحقول التي نريد استخدامها في الاستعلام، فنختار Products من هذه القائمة، فيتم عرض جميع حقول الجدول Products في القائمة Available Fields، وفي القائمة Selected Fields يتم إضافة الحقول التي نريد استخدامها داخل الاستعلام، فنختار الحقل الذي نريد إضافته في الاستعلام من القائمة Available Fields ونضغط على مفتاح Add، فيتم إضافة الحقل الذي قمنا باختياره إلى القائمة Selected Fields. ولإضافة جميع الحقول الموجودة بالجدول إلى الاستعلام نضغط على مفتاح Add All، ولحذف أحد الحقول من الاستعلام نختار الحقل الذي نريد حذفه من القائمة Selected Fields، ثم نضغط على المفتاح Remove. وإذا أردنا حذف جميع الحقول الموجودة داخل الاستعلام نضغط على المفتاح Remove All. والآن سنقوم بإضافة الحقول التي نريد استخدامها في الاستعلام، فنختار الحقل Product ID ونضغط على مفتاح Add، ثم نضيف الحقل Product Name بنفس الطريقة ونضغط على مفتاح Next للانتقال إلى الخطوة التالية داخل معالج الاستعلام، ونقوم بإدخال عنوان للاستعلام في هذه الخانة وليكن ls Products List. ومن هذا الجزء يمكننا تحديد طريقة العرض التي سيتم عرض الاستعلام بها عند الضغط على مفتاح Finish الموجود في الجزء السفلي لهذا المربع الحواري. فباختيار Open the Query to View Information، وهو الاختيار الافتراضي، يتم عرض الاستعلام بطريقة العرض Datasheet View لرؤية ناتج هذا الاستعلام. وعند اختيار Modify the Query Design يتم عرض الاستعلام بطريقة العرض Design View، والتي تستخدم لإنشاء وتعديل الاستعلامات. فنترك الاختيار الافتراضي كما هو لرؤية ناتج الاستعلام، ثم نضغط على مفتاح Finish، فيظهر ناتج الاستعلام داخل طريقة العرض Datasheet View. فنلاحظ أنه يتم عرض كل من رقم المنتج في الحقل Product ID واسم المنتج في الحقل Product Name، وهي الحقول التي تم اختيارها أثناء إنشاء الاستعلام. وبإغلاق هذه النافذة والنظر إلى هذا الجزء من النافذة Database نلاحظ ظهور الاستعلام Products List في قائمة الاستعلامات كما نرى.